مساء الفل. جاي اقول لكم على 6 حاجات لا تقولوها للغريب ولا للقريب وتخليوها عندكم دايما من الاسرار، لان في الاول وفي الاخر مش اي حد ينفع نحكيها له. اول حاجه اخطائك، اوعى تقولها لاي حد، لان اخطائك ممكن تبقى فيها ذلات او معاصي او اي حاجه غلط لا قدر الله. هترجع انت ان شاء الله وتتوب عنها وعفى الله عما سلف وممكن تنساها، لكن اللي قدامك هيفضل طول عمره قاعد فاكرها ويفكر الناس بيها وممكن يفكرك كمان بيها، لان احنا طبيعتنا نحاول نداري خيبتنا بخيبة غيرنا. يعني بمعنى صح هيبتدي يشوف اي زلات ليك يقعد يبرر بيها اخطائه اللي محدش عارفها ويطلع قدام نفسه هو في السليم. نمرة 2، مشاكلك الشخصية ما تحكيهاش لأي حد، لأنك لما هتحكيها ما تضمنش اللي قدامك ممكن أساسا يبقى مهتم بيها، أو يكون عنده مثلا غل وحقد جواه تجاهك ومخبيه. ساعتها هيبقى سعيد إن عندك المشاكل دي. وافتكر دايما الشكوى لغير الله مذلة، دايما تحل مشاكلك مع نفسك ومع ربك وتشوف أخطائك فين وتحاول تصلح اللي فيها. نمرة 3 يا حلو، إيدك اللي بتوجعك فين وتخبيها، ما تقولش لحد انت بتتوجع منين. نقطة ضعفك لما يعرفها هيبقى معاه مفتاح يقدر يلوي دراعك بيه ويتلذذ مع الوقت بان يشوف دمعتك فيه. فحاول دايما ايدك اللي بتوجعك ونقطة ضعفك تبقى دايما مخبيها. نمرة 4، مش اي حد تقول له على قيمته الحقيقية في قلبك، لان احيانا في ناس عندهم حب التملك، ولما بيعرف قيمته عندك بيبتدي يهملك واحيانا يستغلها ضدك. مش اي حد اقول له هو معزته عندي قد ايه، غير اللي يستحقها واللي عارف قيمة محبته عندي معناها ايه. نمرة 5، أحلامك مش أي حد تقولها له، لأن الأحلام هي كمان بتتسرق، وممكن يبقى اللي قدامك بياخد الأحلام دي ويحاول ينفذها في اتجاه تاني. ساعتها هتعمل إيه؟ وخلي بالك من حاجة تانية، لو الأحلام دي ما اتحققتش ساعتها هتحس بخيبة الأمل في العلن قدام اللي انت قلت لهم عليه. ففي الحالة دي هتبقى انت قاعد حزين. خلي أحلامك دفينة جواك، ويوم ما تتحقق قول للناس ساعتها ده كنت بحلم بيه. ونمرة 6، ودي ممكن تستغربوها، لما يكون ليك عبادة خاصة مع ربك احتفظ بالسر ده بينك وبين اللي خلقك، لأن في الأول في الآخر ممكن تتحسد عليها. صدقوني والله حتى العبادات بتتحسد. انصح يا سيدي وقول للناس اعملوا وسووا، لكن لو ليك حاجة خاصة بيك من صدقات من ذكر من حاجة بتعملها محدش يعرفها، بتزود شويتين فيها وحاسس ان هي دي اللي بتقربك للي خلقك، يا ريت تحتفظ بيها. وربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس الواعيين اللي عارفين يحوطوا على اسرارهم وعلى احلامهم وعلى اهدافهم، ويبقوا عارفين يقولوا كلام ايه لمين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.